الحلقه ديالنا ديال الشرف اليوم. واحد البنت تتقرا في الجامعه، كانت تتقرا في الجامعه ودارت علاقه بواحد الولد. هذاك الولد ما تيقراش في الجامعه، هذاك الولد عايش مع امه، عنده غير هو بوحدو، عنده باه ولكن امه ولدته هو بوحدو، لو فيس يونيك، دري بوحدو. هذاك الدري عند امه كان مدلل لواحد الحد ما تيتصور شيء، ولكن مشكلته انه كان جميل. وهنا تنقول لبعض الناس على جمالهم، تنقول جمالهم دارهم مشاكل. بحال مثلا نهضر على البنات اللي تيمشيو المراقص في الليل، وتيمشيو دوك البنات ديال بائعات الهواء اللي تلقاهم في الليل تدخل المراقص وفي الفنادق وفي كذا وكذا، مشاكلهم جاتهم من جمالهم. الجمال ديالها هو اللي خلاها ما قراتش، والجمال ديالها هو اللي جعلها تولي تظن بانها راه غتنجح في مستقبلها لانها جميله، وتتقول انا زوينه وانا غنتزوج وانا زوينه غادي ناخذ اللي بغيت وانا زوينه كذا كذا، تتلقى راسها خلينا نضربوها. هذا الولد كان زوين ووسيم، معروف بالجمال ديالو، معروف بالشعر ديالو، وكان تيتحرش بالبنات بزاف، لان البنات بالنسبه ليه تيقول انا الجمال ديالي قربني اليوم، الجمال ديالي غادي ناخذ فيهم اللي بغيت. وفعلا كان تيتعارض مع هادي يمشي مع هادي، عاوتاني يتفرق مع هادي يمشي مع هادي. وكان بعض البنات اللي تيتقربوا ليه وتيتعرفوا معاه وتيربطوا علاقه به غير باش يمشيو معاه في الطريق، غير باش تبان زعما راها مع جمال. راه جمال غدا هي وجمال جاي وجمال، راها تصاحبت مع جمال، راه ولات خليله ديال جمال. هادشي اللي كاين. هو مشى في هذا المنهج هذا، قرا حدو الحقل الثانوي وما بغاش يقرا. دري كيما قلنا مدلل، دري ولد ميمتو دري باه لاباس عليه تيعطيه اللي بغا. صافي ما بغاش يقرا، ما نقراش انا مالي، انا غادي جاي للمدرسه كل نهار، غادي جاي للثانويه ما نقراش، غندير الرياضه، ولا انا بغيت ندير التكوين، لا بغيت ندير تيخرب قدرهم، تيكذب عليهم من هنا لهنا، تيكذب عليهم. امه مسعفاه، امه غادا معاه في ديك الطريق، ولدي وفرحانه به. وحتى الدري كما قلنا خرج من الثانويه ولا شاد القنت ولا اللبس والمشيط كما تيقولوا وكذا، والدريات والتليفون، هادشي اللي بقى. البنت اللي هضرنا عليها في الاول، واحد البنت كانت تقرا في الجامعه. هاد البنت عايشه واحد عائله متوسطه الدخل كما تنقولوا، عائله ما كانوش بحالو في الثراء ديالو في داكشي ديالو، عائله عاديه مكونه من ولد وجوج بنات. الولد هو الصغير، كاينه بنت كبر منها، وكاينه هي الوسطانيه من قبل الولد، هي الوسطانيه. هاد البنت كانت تقرا في الجامعه، وكانت داخله سوق راسها. وواحد النهار كانت عندها واحد الصديقه ديالها تقرا في الجامعه. واحد النهار ديك الصديقه ديالها كانوا تيخرجوا بجوج، كانوا تيمشيو بجوج، تيجلسوا في قهوه، يجلسوا باتيسري، يقراو ويراجعوا. ولكن واحد النهار هذيك صاحبتها قالت لها المهم انا راه عندي واحد الولد درت معاه واحد العلاقه وليت تنبغيه ولا تيبغيني، وكنا بديناها في التليفون، تلاقينا غير صدفه في الفيسبوك وبقينا تنهضروا كذا وكذا وكذا. ومن بعد قالت لها ودابا راه تنخرجوا انا وياه، وراه هضرت لي عليك، دير عندي واحد صاحبتي في الجامعه تتقرا معايا وكذا وكذا وكذا، وقال لي جيبيها تشرب معنا قهوه وكذا وكذا، يلا هي تشوفيه. مشات ديك البنت معها وتلاقاو في واحد المقهى، وجلسوا بثلاثه ديال الشبان، جوج طالبات وواحد الدري موظف جلس معها اللي هو عنده علاقه بخليله ديال الصديقه ديالها، وجلسوا كيما تيديروا الناس عاديين. كانت ديك الجلسه ديالهم في الاول كما تتعاود هذيك الاخت ديالها، كانت تقول ضحك وبسط وكذا، ما كانت حتى شي حاجه فيها شي حاجه. المهم تعرفت عليه اخرى، سلمت عليهم. هذه القضيه تعاودت شي 3 ولا 4 المرات، كل مره تتوقع هذه القضيه هذه، كل مره تقول لها ويلا تجلسي معنا في القهوه، يلا ندوزو الباتيسري ناخذ واحد الورتي تسنانا، يلا كذا كذا. واحد النهار هذاك الولد جا مع صاحبه، وشكون صاحبه؟ هو المدلل السي جمال اللي قلت لكم، جابوا معاه وجلسوا معاه. اذا من جلسوا معاه وجابوا معاه، راه الانسان يزيد من راسه،
اذا هضر معاه، هو قال لي راه هذيك خيتي اللي معايا تتجي معها واحد خيتي، المهم الا بغيتي تجي تريح معانا، واحد خيتي زوينه تتقرا في الجامعه، جابتها مع صاحبتها، جابتها معها دابا شي 3 المرات، والله عمر السوق وتكر معاه وانت ما نخافش عليك وكذا وكذا وكذا. قال لي الاخر واخا، الاخر مشى ولاو جالسين ب4 بهم، جالسين البنت ديالنا ونسميها البنت ديالنا اللي غنسميها، شافت هذاك الولد وعجبها ودار حديث وكلام وكذا وكذا وكذا، وهي تبدا معاه وعطاه التليفون، عطاتو التليفون وبقاو تهضروا بعضياتهم. هو عنده اختصاص في ديك النوع ديال التحرميات والتحرش، وعنده اختصاص مختص، استطاع باش ياكل لها مخها، واستطاع باش يربط علاقه بها، ربط بها علاقه وهي بنت تقرا في الجامعه، ربط بها علاقه وهي بنت باقي قدامها مستقبل وباقي قدامها بزاف ديال الحوايج، وهي كيما تيقولوا بعض البنات تيغلطوا بعض الولاد هذا زمان مقصرين وصاحبي مقصرين وصافي، نديروا خليل كيما تيديروا كاع البنات وحنا غاديين، المهم وقريتي راه نديها فيها. هو لا، هو ولا تيتلقى لها باب الجامعه ويجيبها ويديها، بعض المرات تيمشي يتلقى لها على رجليه، بعض المرات تيدي الطوموبيل ديال باه، وباه ديما تيعطيه الطوموبيل، تيمشي هو وياه يهزها من هنا لهنا، ولا تيديها شي بلاصات بعاد، ولا تيختل بها شي بلاص، ولا كذا كذا، ولا تتبغيه. هو ما نقولوش تيبغيها لانه هو حريفي، هي ولا تتبغيه ولا تفتخر به، ولا تقدم صحاباتها، ولا تمشي معاه وغادا في الطريق هازه راسها ومخبيه على دارهم، وتمشي معاه من مدينه لمدينه، يمشيو في الصباح يجيو في العشيه، تكذب على دارهم انا عند فلانه عند فلانه، شويه شويه تستغل ديك صاحبتها، لانه هو عنده واحد الدار ديالهم كانوا كارينها موبلي فيها الاثاث، وخرج منها اللي كان كاري، ولا هو مستغلها، ولا تيمشي لديك الدار تيجلس فيها، مخليها جالس في ديك الدار، خليها تيمشي يستراح فيها، تتقول لباه تيمشي يستراح فيها، تيمشي يجلس فيها، خليه تما هو وصحابو الدنيا هانيه، ولا تيديها لديك الدار اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى حملت البنت، حملات ولقات راسها حامله، دخلت في داك الحريره كما تنقولوا ديال الكينه، ما ديال الكينه حكا واحد الطبيب تيعطي الا درتي 2 كينات غادي تجهضي اللي عندك وكذا، وهذاكم عارفين ديك المسطره تيدوز منها العيالات اللي تيغلطوا او البنات اللي تيغلطوا في الحمل لا شرعي وتيطيحوا فيه، او العيالات اللي تيكونوا مثلا ما بغاوش تيحملوا وتيبداو بديك شربي كينه، شربي هذا، شربي الويل، شربي عند الطبيب، يمشي هذا. دخلت في هذا الشيء معاه، هو تيجي فلوس من عند امه، هو البنت بقات حامله ودوزت شي 3 شهور وقربت 4 شهور هي حامله، الطبيب قال لها ما عندي ما ندير لك، هنا هو البنت زيراتو، وانا اش غندير، غنتحار غنفعل غنقتلك معايا غندير، مشى قالها لمو، امو جات اتصلت بها وجلست معاها، قالت لها شوفي يا بنتي دابا اللي عطا الله عطاه وداك الشيء، حنا ما خاسرين حتى حاجه، حتى الحمد لله ما خصنا حتى شي خير، هذيك الدار تمشيو ليها راه حسبيها دارك، ونوضو نديرو كاغيتكم تزوجي، بغيت تبعي قرايتك تبعيها، بغيتي تجلسي انا راه با قاد به، وانا عندي انا واحد البيعه والشريه ديالي وراه يعاونني وتعاونوا بجوج، ودبرت هو ندير له راس مال وكذا وكذا، وما لنا على هذه القضيه هذه، ندخلوا حنا للمخزن او ندخلوا للصداع او ندخلوا للايجار او ندخلوا لشي حاجه، مالك ما تزوجي به اشنو خاصو. البنت شافت امو جات عندها وقالت لها تزوجي به، وهذاك الشيء اللي بغات هي، هذا الشيء علاش مشات معها النهار الاول، هذا الشيء اش كانت تتقلب هي، خبرات دارهم تفاجئوا، بنت تقرا في الجامعه تا ولا جاي عندهم واحد ولد بغا يتزوجني، حكا وقع معاه مشكل وانا عندي حمل كذا كذا، الدار بوها مسكين، اختها هذيك اختها اللي بعقلها كبر منها ما لقات ما دير، خاصمو تاعيا وغوتو تاعيا ضربت امها راسها، ناضت له واحد المشكله في الدار. وهنا تتعاود ليا لما خديت القصه من مولاها، عامل الشرطه صاحبي السي حميد بودير، وعرفت المكان ديالها والاقامه ديالها، سطات انا الحمد لله باش نتعرف على واحد البنت صديقتها اللي عاودت ليا ما قبل الفاجعه، عاودت لي على هذه البنت هذه، عاودت لي على هذه القصه ديال هاد خيتي هذه، كانت تعرفها مزيان وعاشت معاهم في دارهم، قالت لي انا التروينه عندهم في الدار، انا التروينه ولكن هبطوا راسهم ما لقاو ما يديروا،
امهم الاخرى لاباس عليها، تجي عندهم بالثلج بيديها والتب وداك الشيء، وولدي مالو، وولدي ما راه كاع البنات تيعشقوه، وبنتكم بغاها من بغاها الله ييسر لا كذا، ويجوجوها ليه. داروا واحد العريس بواحد السطح، داروا واحد العرس ديال قرب تقيس شي عرس كذا 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 كذا، ومشى هز البنت وداها لديك الدار، تزوج بها ولدات ولد. الايام الاولى كانت تمشي للجامعه، ما بنت كرشه مابقاش تمشي للجامعه، حقا تنجيب غير الدروس نقرا في الدار، هو كاع ما تيهمو هاد الدروس تقرا في الدار ولا ما تيهمو هاد الدروس، هو تيجي تما تيمشي ياكل عند مو، وتيجي عندها يلقى شي حاجه عاوتاني ياكل. الايام الاولى كان جالس معاها في الدار، من بعد عاوتاني رجع للصحاب وداك الشيء، خلاها هي في الدار وهي ولدت الولد. تيمشي عند مو تجي تهزها ديها عندها، هو مع صحابو، الدري تيشرب ولا يشرب بكميل كارو مع راسو، انا راه ماريي راه مادام راه في الدار الدنيا هانيه، وبدا تيعنقز كيما بغا، وبداو المشاكل فيك انت ما فيك انت، ديال من هذاك البورطابل شكون اللي اتصلت بيك ما اتصلت بيك كذا كذا، تيدابز معها تمشي لدارهم، تدابز معها تمشي لدارهم، تهضر معها تمشي لدارهم، هاز هذاك الدري في يديها، دار ليه ديك الكاش تشوتي بعد البنات تيكونوا باقيين صغار وغادي نهز دري في يديها، وتتعاود على الجلبه غادي لقاتها تسلم زوين صلى على النبي، ودابا درت ليه الجلبه الاولى ودرت ليه الثانيه، باقا الجلبه الثالثه، حيت دابا الطبيب قال لي خصك دير ليه نينه وتبعي الحليب الاخر ديال الحك وتبدلي ليه الحليب وكذا، تيبقى يعاود زعما، حيت البنت مره واحده في حياتها تتقبل يشوفوها الناس كانها كبيره. البنت ديما المراه هكا خلقها الله، المراه ديما تتبغي تبان بانها صغيره، مره واحده في حياتها تتبغي المراه تكون بانها كبيره، هي فاش تكون هازه شي دري زعما راني مراه قاده على الدري، ولا فاش تكون حامله، فاش تكون حامله تبين بانها راه كبيره في العمر ولا قاده. هي بقات تهز داك الدري ديال دارهم وكذا، وتخاصموا وتدابزوا بواحد الحريره في الخلقه، واحد الحل هو يطلقها القاضي، خلص لها النفقه، ما خلص لها النفقه، اعطيني الباليزه ديالي فين ديك ديالي كانت محطوطه هنايا كذا كذا، هزت حوايجها جات عند دارهم، جابت معها دري، ما هي بجامعه ما هي بزواج، تبعت الجمال، تبعت السي جمال داك الدري تبعته، ولا يهمو الطلاق كما قالت لي هذيك البنت، قالت لي ما يهموش كاع، قالت لي طلقها مشى تينقز، مشى بقى في حياته، قالت كذا، شرا واحد الموطور كبير ولا تيدوز به في الزنقه ما بالعاني قدامها، تيقول لها شوفي الموطور اش ديتي ما ديتي، هي بقات في الدار جابت ليهم ولد وتعطيك الغوات، النفقه ما خلصش هذا الشهر، نمشي ندعيه غدا جرى مع هذيك اختها مسكينه عند القاضي، راجعين لا راه درنا به دعوه ديال شهرين ما خلصهمش، دعوه ديال 3 شهور كذا 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 كذا، تيبقى فيه الحال. تندوز انا قدام المحكمه ديال المحكمه الشرعيه، تندوز قدام المحكمه، تنشوف دوك البنات قدام المحكمه الشرعيه واقفين جالسين على الحيط، شاده ولد على الحيط ولا شاده جوج ولاد، ما بغاش يعطي النفقه، هذاك الزواج اللي ما عندوش اسس، داك الزواج اللي ما تيوقفش على الصح، الزواج ديال يلاه تزوج كاغيط، ديال الكاغيط تيديروا الكاغيط، يلاه ديال العقد ما ديال العقد صافي، والدري تيتزاد تزاد، ما عندوش الدار وتيولد، ما عنده فين يحط المراه وتيولد، هي تتنوض تولد، امها تقول لها ولدي باش تقليه شويه ودير عقله، لا راجلي راه تيبغي الدراري، هذوك هما تلقاهم باب المحاكم، هما تلقاهم دابا سير المحكمه الشرعيه ضرب شي دوره قدام الباب، سير نهار اثنين قول ما تحل المحكمه وجوج، هذه هزه دري، هذه هزه بنت، هذه هزه كذا، هزه يلا لا اله الا الله صافي. هادشي تيقلق وتيعصبني انا وحق الله العظيم. المهم بقات في الدار، لا قرايه لا درايه، المحكمه هو تعطيها ما يعطيش، بقات البنت. اختها هي اللي تتهمنا في هذه القضيه هذه، اختها الكبيره منها اللي مسكينه قرات في الجامعه هي، ودبرات على واحد الخدمه مزيانه فات لا كونطابيليتي، تدير لا كونطابيليتي الحسابات وخدامه مزيان، تمشي لدار حاضر راسها وجايه حاضر راسها، اللي تيهم الدنيا اولا توقف راسها كما تقول لي، توقف راسها. كانت بنت واعيه، وكانت بنت مثقفه، وكانت بنت محترمه نفسها، وكانت بنت عفيفه، ماشي بحال ديك البرغوشه هذيك. تقدم ليها واحد المره شي حد بغى يخطبها، وقالت لي خليني تنعرفك ونخمم. عرفاته
بانه كان موظف وكان مزيان، ولكن بان لها بانه مطلق وعنده 2 بنات، وحسات في حالتها اللور. قالت لي ما بغيتك شيء. قال لي الدار ديرها في سميتك وكذا. قالت لي ما بغيتك شيء. تقدم لها واحد ولاد حومته، ولكن دري عايش مشاكل مع والديه، واخا هو موظف ومحمل والديه ومعيشهم معاه. قالت له يا ودي غير خليني، انا كبرت في واحد الدار مزاحمه، ما كاينش نزيد نعيش في دار اخرى مزاحمه. وبقات تخدم وظيفه وتتبع قرايتها. واحد المره المعلم ديالها في الخدمه فين خدامه، الباترون ديالها هي كونطابل، الباترون ديالها ماتيه مراته، هو راجل كبير كان في العمر ديالو 60 عام، او كما تيقولوا كما قال لي السي حميد بودير، الراجل عنده بالضبط 57 عام، ولكن كان الراجل مديها في راسو رغم ان مراته ماتت، رغم خلات ليه 1 2 بنات، ولكن البنات كل وحده مشات في حالتها، وحده تزوجات وحده خرجت لبرا عند شي عمتها عاشت معاه، هو بقى بوحده ولكن مقابل الشركه ديالو ومقابل ديك وعنده ديك البنت كونطاب تيحترمها وتحترمه. ولكن واحد النهار قالها ليها، قال لها بغيت نهضر معاك. هاد فيتامين سي شويه تتنفع انت كل واحد نوصي الاخوان اللي عندهم قنوات وداك الشيء واللي تيديروا واحد الجهد واحد مجهود في العمل ديالهم، سيرتو في المكاتب في البيرو في الادارات وداك الشيء. لا فيتامين سي راه ماشي تنشكرها، ولكن راه مزيانه فيتامين سي، بقى ياخذوها مره سيرتو في عاد نزله وهاد البرد اللي كاين. على اي السيد عرض عليها الزواج وقبلته لانها تتعرف حياته، قبلته تزوجت به لان واخا كاين واحد الفرق ديال بينها ديال العمر ديالها والعمر ديالو تقريبا واحد 30 سنه ديال الفرق، ولكن بغاتو وتزوجات به لانها كانت تفكر مزيان. هذوك اللي تقدموا لها كلهم فيهم مشاكل، وكانت تفكر مزيان وتتراجع ديما في مخها المشاكل اللي وقعوا لاختها اللي تبعت البرهوش. اللهم راجل كبير في السن وبعقله وقاد ماديا ومعنويا، ولا برهوش بحال هذا ويخرج كل شيء في الخوا، ويحطم عائله ويحطم بنت ويحطم ولد لك بحال ذاك الولد ديالو اللي مشى ليه، يحطم كل شيء. هي شافت ذاك الراجل وقالت غادي نتزوج به، نولد ولا ما يولد ولا ما نولد شيء ما يهمني شيء، المهم انا هذا الراجل ارتحت ليه وبغيته وعارفه العمل ديالو كيفاش دير وغلقى معه راحتي. وتزوجت به. ومن الحوايج اللي كانوا يتفقوا عليهم بجوج في حياتهم الزوجيه هي الرياضه. كانوا ديما تيخرجوا الرياضه بجوج، ديما تيخرجوا تتشجعوا هي على الرياضه باش يحتفظ بالشباب ديالو، بغينا نقولوا باش يحتفظ بالصحه ديالو. وكان هو راجل ما مبلي شيء، راجل مصلي ما تعرف لا قارو لا شراب لا حتى شي حاجه، ما عندوش هذيك المرافقه ديال صحاب الهضره والقهاوي. كان راجل تعرف خدمته دارو، عيشه مزيان وعيشه في الخير. واحد النهار غاديين في الليل هو وياها تيتمشاو، كان الصيف، هما ساكنين في واحد الزون فيلا، وزون فيلا تكون خاوين من الناس، ولكن هو زاد شويه بعد من دوك لي فيلا، ودوك لي فيلا حداهم كاين السكه وكاين شجر، كاين واحد شجر البلوط، بزاف ديال شجر البلوط. هو غادي مع ديك الطريق اللي غادا مع طول ديال السكه، شويه ديك الطريق موحشه كما تنقولوا فيها الضوء، ولكن شويه جات في الخلا، ولكن هو مشى تيقلب على الهواء النقي في الليل اللي مع الغابه وكذا وكذا، وغادي معاه بديك الطريق تيدوزو السيارات وتيدوزو داكشي. هما يخرجوا لي 3 ديال الافراد، 3 خرجوا فيه كلهم سلاحين بالسلاح الابيض، شدوه، واحد حط ليه المسهنه، جوج شدوه، وواحد شد مراته، شد البنت ديال تهضروا عليها، شدها وكان قوي وصحيح، عنق البنت ودار لها المسهنه وبقى غادي مقطع السكه. الاخرين شدوا الراجل، واحد ضربوا بموس لكتافو، واحد هز واحد الطرف الحديد ضربوا راسو وبداو تيضربوا فيه، اي خدامين تيضربوا الراجل وتيبعد، والاخر تيبعد غادي بالمراه غادي بها قطع السكه وغادي بها، والاخرين بقاو ملاهي الراجل. اي كان الاتفاق ديالهم الاول ليس السرقه فحسب، وانما كان هو اختطاف ديال ديك المراه والاغتصاب ديال ديك المراه. هذه الفكره طاحت عليهم 3
طاحت عليهم هذه الفكره هذه لما شافوهم دايزين وهما مجرمين، شافوا ذاك الرجل بوحدو في مكان خالي من الماره، شافوهم اتفقوا باش يديو المراه، وفعلا داكشي اللي قاسوا فيه. هذاك الرجل رغم كل شيء بقى تيدافع، وكل الدفاع ديالو تيتلقى الضربات من دوك الجوج. واحد الوقت استطاع باش تشد مع واحد وخدا واحد الموس من يدو، من هادو خدا لي واحد الموس من يدو وضربوا به بالجهد وضربوا به الكرش ديالو. هذاك ضربوا الكرش ديالو شدو غوت، الاخر صاحبو جرى وتبع الاخر، تبع صاحبو اللي في الغابه. هذاك تما بقى شاد الكرش ديالو، ولكن ما تبعهمش للغابه، ولكن شد واحد الاتجاه اخر، شد واحد الاتجاه اخر غادي مسلك راسو ان كانت ضربه قاصحه. الراجل من هادوك هربوا بجوج، واحد دا المراه والاخر تبعو، وهذاك هرب لهاد الجهه. الراجل زاد وحسب واحد الدوران كما تيقول هو في المحضر ديالو، حسب واحد الدوران ودو خاف الراس ديالو، جلس فوق التروطوار تما، جلس فوق التروطوار تيتسنى شي حد يجي ولا شي حد يبان، تيدوز شي مول طومبي تيشير عليه ما تيوقف شي، هذا مول الموطور تيخاف منه، تيشوفوه باقي هاز واحد موس في يدو تيخافوا تيزيدو. هو اش دار؟ شد اتجاه ومشى تبع عاوتاني مراتو، تبع الاتجاه اللي مشاو ليه للغابه، تبع الاتجاه ديال الغابه وتيغوت الاسم ديال مراتو، فينك وغادي والدم فيه مسكين وكله مجروح، ولكن غادي تما غادي تيقلب. هادوك الجوج دخلوا المراه للغابه، خداو وقت ديال دخلوها للغابه، خداو وقت ديال داك، خداو صاحبهم تيدابز معاه، خداو وقت ديال الراجل نهاء سخف طاح وجلس فوق التروطوار، بقى واحد الوقت تيشير على الطوموبيل داكشي، ولكن هما دخلوا المراه للغابه. دخلوا المراه للغابه، بقى تيقلب عليها، المراه صامته، عرف بانه راهم مسكتينها، اي مهدينها بموس حاجه مسكتينها، او راهم ضربوها شي ضربه قاضيه وبالظلام، وبقى تيقلب مسكين من هنا وسط الشجر، تيقلب حتى لواحد الوقت وهي تبان ليه مراته جايه تتغوت، خارجه تتغوت. هادشي ضاع فيه واحد الوقت، حسب ما جاء في التقرير ديال الشرطه، ما بين ساعه الا ربع الى ساعه وقت اللي كان الراجل تيقلب. جات المراه هزه قالت ليه مضروبه حتى هي، وقالت ليه غداوني وبغا يفعلوا فيا، ولكن الحمد لله هذا شعرها بشتت، قالت لي الحمد لله الامور خرجت لاباس، راه ما خليتهم شيء ومنعتهم وكذا وكذا وكذا. الراجل شر مراته، خرجها من ديك الغابه، مشى تيجري هو وياها، عاد وقف لهم واحد من السياره، قال لهم مالكم؟ قال لها سيدي تكرسوا عليا وحدين وهذا. ركبوا في السياره، وصلوا قدام بابه ودخل، ما كانش من سوء الحظ البورطاب ديالو ما هزوش، والبورطاب ديال المراه ما كانش فيه باش يعيط للامن، ما كانش فيه باش يعيط للامن، اي ما فيش تعبئه. طلع لدارو وعيط في التليفون، وجاو رجال الامن عين المكان. رجال الامن جا، الناس من الديمومه، والراس ديالهم سي حميد بودير مول هاد المسطره هادي. تيقول لي سي حميد بودير جاو لقاو واحد الراجل في واحد الحاله ومضروب، قالوا بو نديوه للمستشفى. دابا خصنا سيارة الإسعاف، راجل يمشي للمستشفى هو ومراته، أن الدم مضروب بزاف. هزوا الراجل هو ومراته وداهم للمستشفى، المستعجلات عادي. دخلوا المستشفى، الراجل قال لي خصك تخيط من هنا، عندك واحد الخياطة عنده كذا، وواحد الخياطة في يدك، وهاد الضربة ديال كتافك وكذا وكذا، نعسوه. المرأة جالسة على واحد الكرسي، تيقول لي سي بودير جالسة على واحد الكرسي وحالتها حالة وداكشي. واحد الوقت واحد الطبيب جا عند العميد رئيس الدائره، تنهضروا عليه قلنا سميتو، ما نبقاوش نكرروها كل ساعه. جا عنده قال لي شوف جيتو واحد خينا هو جا مضروب هنا، مضروب الكرشو بواحد الموس، راه دخلوه الدراري ليه، وتنقول ليه مالك تيقول لي غير دابست، وراه مضروب واحد الضربه شويه بالغه، اجيو تشوفوه. هما يجيو يشوفوا مالك انت؟ قال لي قريساني واحد خينا، ضربني واحد خينا قريساني. تيشوفوا ديك الضربه. طيب قال لي ودي هذا خصو يبقى تحت المراقبه الطبيه، رغم اننا غادي نخيطوه، والخياطه راه غتطلب بزاف، غتطلب تقريبا شي 19 ديال لي بوين ديال الغرازي كما تنقولوا، 19 ديال لي بوين خصو يتخيط، وخصو يبقى تحت الملاحظه الطبيه. هنا رئيس الديمومه السي عامل مدير عطى امر باش يبقى شرطي عليه، لانه ماشي غير قال انا دكريسيت وانا بضرب موس والصلاه على النبي، لا، بقى قال البوليسي بقى على هذا السيد هذا حتى نكملوا البحث معه، شكون يضربوه، فين ضربوه، فين ساكن، فين كذا فين كذا فين كذا. المهم حنا مع الراجل الاخر اللي مضروب هو مراته. هذاك الراجل هو تيخيطوا فيه، تيصاوبوا فيه، قال ليه سي حميد، قال لي هذا الموس اللي كان في يدك هذا اللي دينا من عندك هذا واش كنت هزو معك؟ قال لي لا، هذا خديته لواحد فيهم، وضربته،
راه ضربته، انا نقول لكم ضربته، راه ضربته تغوت وبقيت شاد معاه وشفت الدم، حيت كان الصيف الاخر لابس غير قميجه، قال ما ضربته، الا ضربته لهاد الجهه هادي راه ديالو هاد الموس، وبقيت شادو باش نطلقوا من يدي حتى جيتو نتوما خفتوا تتبعوني للدار ولا شي حاجه ولا هادي ولا هاديك. هنا تيشوفوا بان تيقول مضروب هنا وهذا مشى مضروب هنا. بون قالوا الراجل بنت سالي اجي معنا، خيطوا الراجل وقفوه وقال له اجي تشوف، هما جاو قال له شوف هاد خينا، قال لهم هو هذا اللي ضربت. نقولوا لافير سوليسيوني، القضيه تحلت. داوا المراه، داوا الراجل، شدوا هذاك السيد لما خيطوه خلوه تحت الحراسه النظريه تما، خبروا السيد النيابه العامه وبقاو الوجه حساسين عليه. تيجيو اليوم تيشوفوا الحاله ديالو باقا مهلوكه، ما تيهضروش معاه، النهار الثاني ما تيهضروش معاه، دازت واحد 4 ايام ما يجيو عنده، قال لهم الطبيب دابا يمكن ليه يمشي، صافي يمكن ليه يمشي هذا صافي. تيقول واحد البوليسيين دوك اللي كانوا حساسين عليه، تيقول واحد المره بغا يديروا محاوله، بغا يهرب، كان بغا يهرب لهم في النهار الثالث، كان بغا يطلع مع واحد الشرجم وشدوه تما، ولاو جالسينو داخل في المستشفى ناعس الفراش ديالو ولكن مقيد. عطاوه السلطه القضائيه خداتو، السي حميد بالمرصاد لانه هو تابع السلطه القضائيه، جابوه تيبحثوا معاه، واجهوه مع ذاك الراجل تيقول لهم هذا هو اللي تلقى ليه هو جوج صحابو. هو ما لقى ما يقول مع مضروب، تيعترف تيقول كان معايا فلان وفلان، كان معايا والمهم انا بقيت شاد مع الراجل ضربني، انا تلفت بقيت غادي تنجري غادي للجهه ديال الفيلات، وما داو البنت للغابه، ما عرفتش شنو وقع لهم في الغابه. شكون هما هاد الجوج؟ فلان وفلان. بعد تنقيب عليهم تبين انهم مجرمين وعندهم سوابق، ومشاو بوليس وبحثوا عليهم ولقاو عليهم، لقاو بجوج، هادوك الجوج ولاد حومتو جابوهم بجوج، ولكن جابوهم بجوج بعد واحد 10 ايام، ولكن وقع شي حاجه غريبه. المراه تقول في المحضر ديالها، المراه تقول في المحضر ديالها، وهذا هو بيت القصيد، تقول انا لما داوني للغابه ولا تيجروني وسد لي فمي وتيجريو بيا ودخلوني وسط الغابه وحاولوا ينالوا مني وحاولوا اغتصبوني وتيبغيو يحيدوا لي حوايجي وما تنخليهمش شي، تيحيدوا لي السيرفيت ديالي ما تخليهمش شي، وبقيت هكاك وكل ساعه تيضربوني وما خليتهم شي تماما، اي ساعه الا ربع او نص ساعه او ساعه ما خلاتهم شي تماما، ما خلاتهمش حسب الصلاحات ديالها. وتتقول فلت منهم وفلت منهم، بقيت تنغوت لما انا تنغوت وراجلي يسمعني وتيقول لي تيغوت حتى هو، وكان تيقول زيدوا عباد الله زيدوا عباد الله. الراجل كان شويه مطور، كان تيقولوا في المحضر انه جاي عندها وتيقولوا زيدوا عباد الله، هما هنا زيدوا عباد الله، بحال مع الناس هو غير بوحده خاف منهم مسكين، قال ربما بجوجهم ياتاكيو من جديد. تتقول ما سمعت راجلي هربت عند راجلي وهما هربوا. هما ما تيقولوش هاد الهضره هادي، لا تيقولوا حنا فعلا دينا الغابه، وحنا فعلا واحد فيهم تيقول انا فعلا انا اغتصبتها، وقع اغتصاب تام، وصاحبو تيقول جا الدور ديالي سمعنا الراجل تيغوت تيقول زيدوا عباد الله وهربنا. وقع هادشي اللي هضرت لكم عليه، وقع اي الواقعه وقعت. الاول تيقول انه قام بالفعل على اتمه، والثاني تيقول هو بصدد قيام فعل فوجئ. وكيفاش تيقولوا هاد الهضره هادي؟ والمراه تقول انا ما وقع لي والو، ما وقع لي والو، انا ضربوني، كاين العنف ولكن من غير العنف ما كاين والو. هما تيقول لا كيفاش اذن هما تيحملوا على راسهم مسؤوليه كبيره، اذن هما حماق، ولكن تيعطوها بتفاصيلها ها كيفاش اعتراف تام. المراه تقول لا، كيفاش تتبرأ ساحتهم هاد المراه ولا اش تتبرأ الساحه ديالهم؟ وداك الشيء داروا ديال الضرب والعنف كان تقول هذاك الشيء اللي قالوا كاين، داروا هذا الشيء وداروا، ولكن هما تيعترفوا وهي تتنكر، وبقات شاده في الانكار ديالها، وفي المحكمه شاده في الانكار ديالها، وهما شادين في الاعتراف ديالهم بانه كان يا ما كان، ما بقاوش نكرروا نفس الهضره. هما وهي تقول لا، غتبقى تحقيق تقول لا، ولكن استطاع
العميد الشرطة اللي قلت لكم في الشرطة القضائية اللي صاب مسطرة استطاع في حديث بينه وبينها خارج عن المسطرة وخارج عن المحاضر، في حديث بينه وبينها، الراجل كان مؤدب ومخلق ودرت يهضر مزيان وبوليسي وباحث، انا تنحييه من هذا المنبر وتنقدرو. تيهضر معاه قالت لي شوف نقول لك واحد القضيه، قالت لي فعلا داكشي اللي قالوا كان داكشي اللي قالوا داروه، ولكن حفظا على كرامتي وعلى شرفي وعلى جوجي ما بغيتش نخلي واحد النقطه سوداء في قلب جوجي ولا في بالو ويبقى واخدها عليا ديما. ما بغيتش هذيك الكلمه تسمع، ما بغيتش جوجي واحد النهار يطلقني، ما بغيتش واحد النهار جوجي يتحمس ولا يقول انا السبب، انا اللي ديتك لتما وانا اللي خرجت وانا اللي ما حميتك شيء وما قديتش شيء ما بغيت شيء، وبقيت شاده في الانكار. اما الفعل راه كان، وهذا الفعل هذا راني غنكرو قدام محكمه وقدام قيادة التحقيق قدام اي واحد. حافظت على شرفها، حافظت على الشرف ديالها، لان الوقت اللي وقع عليها الواقع راه كان داك السيد رغم عنها، راه بريئه هيك السيده رغما عنها، بحال شي وحده تتحمل حمل غير الله شرعي بعد اغتصاب بالقوه، شي واحد تصب شي وحده بالقوه حملات، راه بريئه لانها بالقوه شدها بالقوه واغتصبها وشدها بالقوه وحملها حمل الله شرعي. هاد السيده راه بريئه، وهاد السيده راه نقيه وطاهره رغم ما وقع لان كان تحت العنف والتهديد بسلاح ابيض والضرب والجرح وكذا كذا كذا، ولكن هي ما بغاتش تسمع ديك الكلمه، تسمع ما بغاتش، ونجحت لها العمليه امام المحكمه. ولكن كأن السادة القضاة لا النيابة العامة ولا قاضي التحقيق فهموها كما وصلني من بعد من السي حميد، كأنهم فهموها بأن مخبية هي من أجل شرفها، خبات ذاك الفعل وسكتات عليه، والاخرين اعترفوا بهم ما رحمتهمش المحكمة وخداو 10 سنين ديال الحبس الواحد، هما 10 سنوات، والموضوع فيه اغتصاب بالعنف وكذا وكذا وهذا واختطاف وكذا وكذا وكذا. انا اتمي رغم داكشي. حنا هنا جبدنا هذه الحلقه هذه على الشرف، وجبدنا هذه الحلقه هذه شوف هذه الاخت، هذه البنت هذه كيفاش كانت شريفه وكيفاش هزات الراجل اللي بغات، داها ذاك الرجل المعقول ديالو، الثبات ديالو ذاك الرجل والرجوله ديالو، ماشي بحال اختها اللي تبات برهوش عجبها الزين والمشيط وهذا وتخرج معاه وتبقى غادا معاه كيما تيديروا بعض البنات وتزيد معاه بحال شي وحده تلقاها طالبه جامعيه ولا بنت دارهم وغادا مع واحد على موطور، دوك الموطورات الكبار النص ديال دارها عريان وغادا معاه زعما شوفوني انا مع من الغدا، او شي وحده غادا مع شي واحد تلقى كله شامات وهي غادا معاه زعما. انا لقيت بنات في حياتي ديال الامن في خلال الشرطه، عرفت بنات والله عرفت بنات والله العظيم بنات عائله وتيعجبهم يمشيو مع الشمكاره واقسم بالله، وبنات عائله بنات ديورهم والديهم ما خاصهم حتى شي حاجه، وتيعجبها تمشي مع الشمكارات، تمشي مع دوك ولاد بالنكس، دوك ولاد فابور، دوك المساخيط نضرب هنا ونضرب، تعجبها تمشي معاهم وتبان معاهم وتبقى تزيد قدامهم. نتمنى من الله الرساله توصل وهذوك التنبيهات يوصلوا هما وتفهموني وتفهموا اش بغيت نقول من خلال هذه الحلقه ديال سميتها الشرف، وغادي نقول لكم الحلقه الثانيه اللي وعدتكم بها. والغريب الصدف بانه هذا صاحبي هذا العميد هو اللي قالها لي، هذه الحلقه الثانيه هو اللي قالها لي. هذا العميد لما دخل الامن مشى لانغولا في مهمته الى انغولا، مهمة كان ديك الساعة المغرب، وباقي الحمد لله الآن عندنا شرطيين داخل المغرب وخارج المغرب تيخدموا في كل بلاصة، وجميع دول العالم عندهم رجال الأمن ديالهم تيخدموا في الداخل وفي الخارج. غير هما هاد الفروق اللي تدخل من برا عندهم أسماء، هذا تابع للمخابرات، هذا تابع للكذا، هذا تابع للقنصلية، هذا تابع للسفارة، تيخدموا المهام ديالهم. كان خدام في أنغولا في القنصلية في أنغولا، وخدمت تما
واحد المده طويله، وهو الدري كان تيبغي يقرا، والبرهان على ذلك بانه دابا من خرج وخذ التقاعد ديالو، وصل 60 عام في العمر ديالو، وخذ التقاعد ديالو مشى تيقرا، واخيرا حصل على الماستر ديالو تيقرا، من بعد 60 عام حصل على الماستر ديالو. هادشي جميل. قلت واحد النهار جميل واحد يخرج التقاعد ويدير شي حاجه، ماشي يخرج التقاعد ويبقى جالس تيهضر على التحاليل. مشى انغولا خدام، وبقى في انغولا شي عام ونص، وتعلم اللغه البرتغاليه، لان انغولا تيهضروا باللغه البرتغاليه ماشي اسبانيه، ولكن مخالفه شويه على الاسبانيول، البرتغيز اللغه البرتغاليه. وهاد اللغه البرتغاليه تيهضروا بها بزاف الدول، تيهضروا باللغه البرتغاليه، منهم البرازيل تيهضروا باللغه البرتغاليه. قلنا تعلم اللغه اللي في انغولا اللي هي البرتغاليه، وتعلمها وبقى تيهضر بها مزيان، حتى الفرصه ديال توجد تما وتعلم. المهم من بعد السنه المهمه ديالو اللي كانت عنده في انغولا دخل المغرب، باش دخل البوليسي عادي تيخدم كما كان، عطاوه هذا وعطاوه الدائره ولا خدام في الدائره. وديك الساعه انا وياه تلاقينا في الدائره، انا وياه كانت الدائره الثالثه، خدمنا انا وياه، هو عنده مكتب وانا عندي مكتب. ديك الساعه انا كنت يلاه انسبكتور، مفتي الشرطه، وخدام هو خدام تما. طاب الدائره، خدمه ديال الدائره تكون فيها الناس بالزي المدني خدامين. واحد الجيران كما قلنا تخاصموا بعضياتهم ودافنوا ودابزوا كما تيقولوا، والضرب ورجع، حتى بدوا الضرب ورجع وداك. واحد العائله فيها شي 4 بنات مع واحد العائله فيها 3 ديال البنات، ومحاقدين بعضياتهم وكارهين بعضياتهم، وخا جيران وحربهم ما بغاش ترصى، ديما مدابزين. واحد النهار جاو عنده كلهم مضروبين بالدم وهذا والصداع وكذا وتيشكي وكذا، مشى جاب العائله الاخرى، جاب كاع واحد الطاشمه ديال عباد الله، جاو تما للبيرو، جابوا البيرو خبر النيابه العامه، قال لهم تصنتوا الجميع هذا ويجيبوا الشواهد الطبيه. بداو بداك، راكم عارفوا داك الصداع ديال الجيران من تيتخاصموا، شهاده طبيه ما شهاده طبيه، بنتها قالت لي دازت فلت عليا، دازت عطاتني، دارت لي وكذا، دارت لي واحد الحركه خايبه، دارت سيرتو عيالات وبنات ما بغاوش يتفرقوا لي. المهم في هذيك المعركه الاخيره اللي داروا بعضياتهم كان فيها الضرب والجرح والدم، طلب منهم يجيبوا شواهد طبيه. كل وحده جايبه شواهد طبيه 14 يوم 15 يوم 21 يوم 28 يوم، كلين جايبين. بدا تيتصنت لهم. ولكن واحد العائله كانت تجي معها، تيجي ولدهم، واحد ولدهم كبير تيجي مع خواتاته، وتجي معاه مراته اللي هي برازيليه من البرازيل. هذيك مراته تشوفوها تدخل تتلبس الكساوي ديال البرازيليه. تعرفوا البرازيل كيفاش يلبسوا؟ ديما مطوبقات كما تنقولوا حنا العروبيه، ديما الشورت، ديما كانت الصيف ديما الصوفيت ما يديها عريانين، ديما دوك لي بوطوال، وتدي المكياج برازيليه، واللون ديالها اسمر، برازيليه من البرازيل، تهضر البرتغال. ولكن من غريب الصدف انها القضيه عند سي حميد، وحميد تيهضر اللغه البرتغاليه مزيان، البرتغاليه تيهضرها مزيان، وكان تيهضر معها حيت هي تهضر، حيت هي بلد من البرازيل تهضر البرتغال، تيهضر معها، تسول على البرازيل، تسول على كذا، تسول على، تهضر معها. طيب وهي ديما تجمع هذيك العائله، لان عائله فيها 4 البنات وعائله فيها 3 البنات، ما تكملش ديك الزياره ديالهم للكوميساريه في ساعتين ولا في هذا، لا تتقام 4 أيام و5 ما جايين. هي جاب شهاده طبيه، اختها جات تصنتوا لها، هما جابوا الشهاده، هي جات جداهم اللي قالت لهم ضربوني بحجره هنا وليدي، هنا انا واقفه وليدي، طاحت عليا حجره هنا ضربوني، انا ما جالس تنتوضا وليدي بغيت نصلي، تدخل بنتهم قالت لهم ها هي جداهم تماك يا بنيتي، وانا دخلني ضربتني بحجره هنا وليدي، نوض يدك ها وليدي يدك هنا هذه اما فين هذه الخدمه هذه. حنا في البوليس ناري من تيتشادوا الجيران بعضياتهم، من تيتشادوا، وكل قوي يقتلوا بنتيتهم تيكونوا بنات، كل قوي يذبحوا بعضياتهم، هادو يذبحوا بعضياتهم. تهضر على الاخرى، تهضر على جارتها. دخلت عندي اخويا، فهمتي، دخلت جات اختها الكبيره هذيك اللي قالت لك موظفه، انا موظفه اللي قال لك عانين بها، خدامه في البلديه، تقول لهم انا ما تنخافش من المخزن وما تنخافش من البوليس. جات هي قالت لهم نتفيها، شدتني اختها، تهموا عليا، جا خوهم داك البيطالي راه داك بعدا راه شنو نديو الحبس، راه شارج هذاك عنده لا شارج، عرفتي العائله كلشي تيتهموهم، وتا با مسكين كاع ما خبره تيمشي للجامع ويجي، حتى داك با تيدير راسو زعما غادي للجامع، تيبقى يدير لك الجليلي بها هكا، داك واحد الحرامي هذاك بقى يدير لك زعما
معاه يبقى يوشي عليكم. راه شفتو ديك النهار تيهضر معاك. باقي عندنا هادشي في المغرب للاسف. ولكن واحد المره تنتفرج في واحد البرنامج ديال سوء الجوار موفي فوازيناج في فرنسا، واحد الدوكومونتير، وحتى هما عندهم، حتى الاوروبيين من تيشدوا الجيران بعضياتهم، حتى هما عندهم حرب اهليه تنوض. المهم تيهضر مع ديك البرازيل تمشيو تجي معاهم شي 3 ايام، هي جايه هي غادا هي جايه هي تدخل، غير تنشمو حتى كونوار فيها ريحه الريحه عرفوا البرازيليه جات معاهم. تيهضر مع حميد تاع البرتغاليه تونس معاه. ولكن وقع واحد القضيه وقعت غريبه. واحد النهار غادي يمشيو للمحكمه، دار معاهم الوقت باش يجيو كاملين. قال لهم اليوم شنو هو الخميس، قال لهم الجمعه والسبت والحد لا، نهار الاثنين تكونوا عندي هنا، ولكن اجيو الجمعه ربما قدمكم الجمعه، غاجيو الجمعه تجيو عندي، الجمعه بقى لنا الوقت نقدموكم، ما كانش الوقت غتجيو اثنين، ولكن الجمعه تحضروا عندي. البرازيليه بغات تعرف. حميد قال للبرازيليه، قال لها راه الخميس لا، تيهضر معها باللغه البرتغاليه، قال لها الخميس دابا ما كانش مشكل، قال لها الجمعه السبت الحد الاثنين لا، قال لها الخميس ما كان مشكل، بغى يقول لها الجمعه يجيو، الا ما قداوش الغرض يجيو نهار الاثنين، المهم الجمعه يجيو، بغى يقول لها الجمعه، نسى هو الجمعه، نسى يقول لها الجمعه، ويقول لها شنو تابع الخميس شنو تابعو؟ قالت ليه ما عرفتش، البرتغاليه ما تتعرفش شنو هي الجمعه. قال لها بون حسبي لي لا سومين، السيمانه كامله، السيمانه كلها قولها لي. قال لها بون نبداو باثنين ولا الحد؟ قالت لي الحد 3 ما حافظه السيمانه. هو يدخل الشك، هاد السيده كاع ما حافظه السيمانه، هو برتغالي ما حافظه السيمانه، ما حافظه السيمانه باللغه البرتغاليه وهي لغتها وبلادها، ما حافظاش 2 3 لا، يدخل الشك. هو خلال الهضره دخل الرئيس يهضر معاه، هو يقول الرئيس كاع بينو وبينو، قال ليه خيتي تتقول لي هي برازيليه جات عندي شي 4 مرات معهم، وقالت لي ولكن لقيتها مثلا بزاف الحوايج ما تتعرفهمش، وهي البرازيل تهضر بالبرتغالي اللغه البرتغاليه، وهي لغتها هي البرتغال، وانا تعرف البرتغاليه وكان تعرفها ما شداش في اللغه مزيان. قال لي راه حتى الايام ديال الاسبوع ما حافظهمش، ما حافظاش 2 3 4 الخميس. وقال لي شافوا هذه انا كنت ما تدق عليك هنا ما برازيليه ما والو، هذه نمشي دوله اخرى ولا كذا، شتي الباسبور ديالها شتي كذا؟ قال لي لا ماشي الباسبور ديالها. وقال لي شوف الباسبور ديالها، ولا منين انت انا نشوف الباسبور ديال بلادك ونشوف هذه ونشوف لاكارت ديال كي ديال لاكارت ديالكم ديال البرازيل وكذا، وخدم. وهذه كانت تلقيتي عليها بزاف الاغلاط في الهضره ديالها، تتعرفش البرتغاليه وما عرفتش ايام السيمانه، بحال شوف يمكن نمشي دوله اخرى داخله بلا قانون ولا شي حاجه ولا هذه ولا هذاك الشيء اللي كان. السيده ديما تيجي معها واحد الصاك قد التاش، ديما تقول لحميد في مار نخرج نكمي برا، تيقول لها طلعي فوق خرجي تكمي ليه، دافعه واحد الطبخ وداك الشيء. حميد قال لها هز معك الباسبور ديالكم؟ قالت لي ايه. قال لي نشوف كيفاش ديال الباسبور ديال البرازيل؟ قالت لي راه في الدار. قال لي تجيبيه ليا بغيت نشوف الباسبور ديال البرازيل وداك الشيء. قالت لي واخا. تيقول حميد بان تبدلات المراه، ما قالها باسبور، المراه تبدلات تشوف الدوله تترعد، قال نشوف باسبور نشوف لاكارت ديالكم ديال البرازيل. قالت لي راه في الدار. قال لها تجيبيه ليا. هو يقول داك الراجل قال لي جي سير معها، الله يهديك سير معها، سير انت وياها جيبوا حيت الدار ماشي بعيده. قال لهم جيبوا لي داك الباسبور ديالها ولا كارت نشوف باسبور البرازيل كي داير، الله يعطيك الصحه. قال لي واخا. قال لها نوضي نمشي. مشى هو وياها، جا غير بوحدو. قال لي انت وصلت طاحت مريضه عيانه والله ما قدت تجي. هي دخل شك في حميد، دخل في شكل كيفاش؟ قال لي راه مشات من هنا قد ترد وطاحت عيانه وكذا وكذا. حميد كانت مناسبه، قال لي مودي شوفوا دابا جيتوا اليوم الجمعه انولي الجمعه حتى نهار الاثنين نجيو لكم المحكمه، لان هذيك دخلت لي الشك. وقال اللهم بروفيتي في هذا الوقت هذا. قال لي من نهار الاثنين غتجيو المحكمه. حميد راجل قال لي صافي مرتك مريضه سير الله يهنيك. هما مشاو، حميد وصل عليهم، وصل عليهم الدار هو مع واحد البوليسي، وصل عليهم بالطوموبيل البوليس. عيط عليها قال لها باللغه ديالها، قال لي اري الباسبور ديالك وداك الشيء وهذا.
قالت لي ما عنديش باسبور ديالي هنا، انا حاطاه في الرباط. كيفاش حطها في الرباط؟ قال لي الله معنا. زي ورجلها جابوك من الكوميساريه، جابوا الكوميساريه الدراري ديال الاستعلامات العامه، قسم اللي عندهم مصلحه الاجانب اللي مكلفين بالاجانب. قال لي خويا شوف هذه فوقاش دخلت للمغرب وفوقاش دخلاتو الباسبور ديالها وداك الشيء، ديوها معاكم. قال لي الراجل ديوها بدا نعرفوا هذه واش داخله قانونيا ما داخلش قانونيا. الباسبور ديالها هو في الدار لا هو في الرباط، ولا كارت في الدار في الرباط. داوها قسم الاجانب، في الاخر ما عيطوا الحميد قال له ودي هذيك راه ماشي برازيليه، هذيك راه مغربيه. قال لي كيفاش؟ قلت له راه مغربيه. قال لي ايه، قال لي راه ورينا. وما يجيبوه هو راجلها. الراجل تيقول حميد اخويا انا تلاقيت بها في الرباط، وفي الرباط قالت لي برازيليه وبدبر عليا نطلع للبرازيل. انا درت مع الكاريط دابا دافع عليا الشوراق، هي دفعت الشوراق من السفاره ديال البرازيل باش نطلعوا في حالتنا ان شاء الله للبرازيل، نخدم تما في البرازيل. وتنهضر انا وياها وكذا ودي انا بغيت نتزوج بك ونمشيو. قال لي ولكن باش هضرتي معاها؟ هضرت معاك بالبرتغاليه، انت تعرف البرتغاليه؟ انت تعرف تهضر اللغه؟ هي برتغاليه، هي راه برازيليه. باش هضرتي معاها؟ لا، قال لهم هضرت معايا بالعربيه. تهضر معايا بالعربيه. هو كان شوف، هو دابا تلاقى معها النهار الاول وتلاقى معها في الرباط. دابا اخي خلال البحث وخلال الاعترافات ديالها هي فين كانت خدامه؟ هي كانت خدامه في القنصله ديال البرازيل مده، وهي في القنصليه خدامه عندهم في الدار فام دوميناج، خدامه تما عند عائله برازيليه، ومشات معهم البرازيل شحال من مره ورجعت وتعلمت اللغه البرتغاليه. ودوك خياتنا وقع لهم شي مشكل، دوزت معاهم مع شحال من عام، هما يسوسوها، عطاوها حسابها، جراو عليها بقات تدور في الرباط. تلاقات بداك خينا، تلاقات معاه هذا تهضر لي على البرازيل وداك الشيء، ولكن هي كما تقول قالت لك صراحات، وقلت لها انا مغربيه ولكن خدامه ما بقيتش، ودابا غنبقى واحد المده وغادي نطلع في حياتي للبرازيل وغنعيش تما لان عندي حق ندخل البرازيل ما ندخل البرازيل. وقال لها زعما درنا الكاغي نمشي معاك للبرازيل؟ قالت لي تمشي معايا للبرازيل، ندير الكاغي تمشي معايا للبرازيل. وخطوه هما بجوج وداروا واحد الخطه. اشنو فيها؟ هو اللي غير جالس قال لها المهم نمشي معايا لدارنا، ولكن قولي برازيليه، بقيت تهضريش بالعربيه، برازيليه وعيشي معنا في الدار. هي ما خرجت من عندك الناس، ما عطات بقات كاريه واحد الدار تتعيش فيها وصافي، ما عند سون فامي. هو من جا معها عندها غير الحوايج بزاف، تعلمت من دوك اللي كانت خدامه عندهم اللبس وهذا الحوايج ديال البرازيل. هو جابها لدارهم، اتفق معها قال لها بقي برازيليه، قولي برازيليه ما تقوليش بالعربيه كاع، حتى نقادو ريقاتنا ونديرو الكاغيط ونديرو داكشي وتمشي تدفعي داكشي وتجي ديني باز ما تقولش مغربيه. وهي تقول هادشي، تقول اتفقت انا ويا هاد القضيه هادي، ودي ماشي برازيليه هي مغربيه. اراك دابا والديها مسقوا الخبر جاو الكوميساريه، جاو نهار الاثنين جابوها حتى هي، لان الوكيل قال جيبوها عندي، جيبوها زعما هاد اللعبه اللي نشوف واش هذا شي حد بها، هاد